عالم شرير بس في نفس الوقت طيب، أنقذ نص البشرية ودمر النص التاني. حصل على جايزة نوبل بس كل أصحابه رفضوا إن هم يحضروا تكريمه. جريدة نيويورك تايمز كتبت عنه مقال بهدلته فيه. من الآخر كده الناس انقسمت نصين، نص بيقول ده شرير ومجرم، والنص التاني بيقول لك ده طيب، ده وطني، ده أنقذ البشرية كلها من الانقراض. مين العالم ده؟ ويا ترى عمل ايه عشان يخلي الناس تبقى محتاره بالمنظر ده؟ قبل ما اقول لك مين العالم ده، خليني اقول لك ليه اصلا احنا كبشر كنا على وشك الانقراض. ركز معايا في اللي جاي ده. جسم الانسان متكون من اكسجين، كربون، هيدروجين والنيتروجين. النيتروجين بيكون البروتينات اللي هي جزء من الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده اللي بيودي الاكسجين لكل اعضاء جسمك، وكمان هو المكون الرئيسي للار ان ايه والدي ان ايه. فنفهم من اللي فات ده ان النيتروجين مهم جدا عشان نفضل عايشين. مع مرور الوقت نسبة النيتروجين في جسمنا بتبتدي انها تقل، فمحتاجة ان احنا نعمل حاجة عشان نعليها. النيتروجين بقى بيجي لنا عن طريق النبات او الحيوان. هتقولي ليه؟ هقولك ان النيتروجين موجود في التربة. النباتات اللي بتتزرع في التربة بتمتص النيتروجين منها، ولما الحيوان يجي ياكل النبات بيتنقل النيتروجين من النبات للحيوان، وتيجي في الاخر سعادتك تاكل النبات وتاكل الحيوان، يتنقل النيتروجين لجسمك وبالتالي نسبته تعلى. لحد دلوقتي احنا ماشيين زي الفل. فين بقى المشكلة؟ الفلاحين لما بيزرعوا الارض كذا سنة ورا بعض النيتروجين بيبتدي انه يقل، وبعد فترة مش بيبقى فيه نيتروجين كفاية لنمو النباتات. النيتروجين في النبات هو اللي مسؤول عن الكلوروفيل. لو انت فاكر كده من درس العلوم في ثالثه ابتدائي ان الكلوروفيل ده هو اللي بيخلي النبات يعمل عمليه البناء الضوئي، يعني بالبلدي كده هو اللي بيخليه ياكل. لو مفيش كلوروفيل النبات مش هياكل، هيصفر، هيمرض، هيموت. ولما ميبقاش فيه نباتات الحيوانات مش هتلاقي حاجه تاكلها، فهيبقى لا فيه نبات ولا حيوان، وانت كبني ادم مش هتلاقي حاجه تاكلها، فهتنقرض. الكيميائي ويليام كروكس سنة 1898 قال إن عدد السكان عمال يزيد والنيتروجين اللي موجود في الأرض بيقل، وكلها 30 سنة ومش هنلاقي أكل يكفينا وهنموت من الجوع. طب الكلام ده سنة 1898، إحنا إزاي بقى لحد النهاردة فضلنا عايشين ما انقرضناش؟ اتقل معايا كده لسه السسبنس ما جاش. هيجي بقى طالب دحيح مذاكر الدرس بتاع سنة 3 ابتدائي بتاع العلوم يقول لي طب ما الهواء اللي حوالينا 78% منه نيتروجين، احنا ما نقدرش ناخد النيتروجين في الهواء ده نتنفسه مثلا او نحوله لحاجه بتتاكل؟ صعب ان احنا ناخد النيتروجين اللي موجود في الهواء حوالينا، لان النيتروجين اللي موجود حوالينا في الهواء عباره عن ذرتين من النيتروجين ما بينهم رابطه ثلاثيه او تريبل بوند، والرابطه دي من اقوى الروابط اللي موجوده في الطبيعه، ما بتتكسرش بس الا عن طريق بكتيريا معينه موجوده في التربه، او عشان تكسر الرابطه دي محتاج كميه طاقه هائله جدا زي